يا ستي، هشارك بالزفت الفستان ده في مهرجان الموضة. في حاجة؟ طب هو حضرتك هتشتركي فيها باسم حضرتك؟ لا، باسم عم حسين الخضري. طبعا باسمي. طب هو ما ينفعش اسمي يجي ورا اسم حضرتك؟ اسمك انتي يتحط جنب اسمي انا؟ ليه يعني؟ انتي اتهبلتي الظاهر. اتهبلت ليه يا استاذه؟ ده مجهودي، ده تعبي، ده الديزاين بتاعي انا. قلتلك ما يسواش حاجة. عارفة ليه؟ لأن انتي مش معروفة، انتي ولا حاجة. تعبك ده يا ماما لما يبقى المكان ده بتاعك، إنما المكان ده بتاع فريدة عسل، وفريدة عسل دي ماركة مسجلة. عارفة يعني إيه ماركة مسجلة؟ يعني لو عملت خش هيتباع بألوفات. إنما انتي عايزة تطلعي تقعدي على سطح الهرم من غير ما حد يدوس عليكي كده على طول. اللهوي، انت اتهبلتي الظاهر، اكيد انت مجنونه صح؟ وعشان ترتاحي اكتر انا عندي 1000 فستان ممكن ادخل بيهم المسابقه، ومع ذلك مش داخله. عارفه ليه؟ عشان المكان ده كله اللي انت شايفاه لو حطيت فيه كل جوازي برضه هيطلع المكان ده صغير عليهم. يلا غوري غوري من وشي، وخدي الزفت ده معاكي. غوري، انت اتهبلتي الظاهر. ااكلها واشربها واقعدها واعلمها، وكمان تقولي اسمي جنب اسمك. اتهبلت. يا شيخة ما تهزريش بجد. وبعدين لا حصل ايه؟ طب هكلمك بعدين. علي باي 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 باي. ايوه. ما تنساش تكلم بيري يا علي. لا مش هكلم حد. حرام عليك يا علي، البنت جالها اكتئاب. يعني هو جالها اكتئاب مني انا يعني؟ طبعا بسببك. حضرتك السبب ومامتها، انتوا اللي مليتوا دماغها بحاجات مش حقيقيه. يعني طلعت انا اللي غلطانه في الاخر؟ انت اللي غلطانه، انت ومامتها ماما. يا علي ما تنشفش دماغك، تنشيف الدماغ ده هيعمل لنا مشاكل مع اهلها، وخصوصا انت عارف مامتها مين وباباها مين. طبعا عارف مامتها مين وباباها مين، مش فارق معايا خالص. على فكره يا علي، البنت اللي انت بتفكر فيها دي مش هتطلع زي ما انت فاكر. دي حقيقه، مش هتطلع زي ما انا فاكر، هتطلع احسن بكتير. شيليها من دماغك يا امي، وما تفكرش تضايقيها، عشان لو ضايقتيها انا هزعل منك. احنا طول عمرنا ربنا كرمنا عشان بنحس بالناس، مش العكس. الله يسلمك.